انت لما كنت عايز 90 بالله عليك انت بذلت 90% من مجهودك؟ بذلت 90% من طاقتك؟ طب بتجحد ليه؟ طيب قول يا جماعه خلاص انا ما وفقتش، قول انا قصرت، لكن تقول اتظلمت وتجحد وربنا يمن عليك فتقابل ذلك المن بجحود. ليه يا صديقي؟ ليه؟ خلي بالك عشان احنا احيانا ما بنقيسهاش بالمنطق، احنا بنقيسها بالعاطفه. والكلام ده انا ممكن اقول لك دلوقتي بس ما اعرفش اقول لك في الاخر، لان لو قلت لك في الاخر ابقى بعاتبك. عارف انت اللي بعد ما بتحصل اللي حصل ما بنقدرش نتكلم ليه؟ لان اي كلام هيبقى عتاب، وعتاب لا قيمه له. لكن دلوقتي انا اقدر اقرص لك ودانك وافوقك واقول لك تعالى، عشان بس تبقى باصص للموضوع بمنظور طبيعي، وباصص له بمنظور صحيح، وباصص له بانصاف. ما تبقاش باصص للموضوع بهواك وبتتبع. عارف انت من اكتر الحاجات المؤذيه في ثانويه عامه من وجهه نظري الخوض مع الخائض. عارف انت قوله تعالى، ومش طبعا الايه مش اسقاط على ثانويه عامه، الايه لما مالك ملائكه النار يسالوا اهل النار انتوا عملتوا ايه؟ ما سلككم في سقر؟ ايه اللي جابكم هنا؟ لما قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن الى اخره، وكنا نخوض مع الخائضين. بشع الخوض مع الخائض دي، فتلاقي فيه 20 واحد 100 واحد 200 واحد 1000 واحد 2000 واحد على السوشيال ميديا، 10000 واحد 50000 واحد 100000 واحد مشهورين على السوشيال ميديا. خلينا نتكلم بصدق، او بنقول متفاعلين على السوشيال ميديا، بلاش مشهورين، متفاعلين على السوشيال ميديا 100000 واحد يبكوا بكاء التماسيح. انا بتكلم البعض، فتلاقي كله فاكر ان بص كل طلبه ثانويه عامه بتبكي ازاي. قلبي لا تخوضوا مع الخائض، ستحاسب على نفسك في النهايه. هو هيخش كليته وانت ما تعرفش ظروفه، ممكن ربنا يكون كرمه والدنيا تمام معاه فيخش الكليه اللي هو عايزها خاص او جامعه اهليه، ممكن انت ظروفك ما تكونش سامحه. 2026 بتخلص، ايش سويت؟ ما سويت شيء. قلت لك بداية 2026 قلت لك بتمر 26 بتمر 27 بتمر 28 بتمر 29 وانت ما سويت شيء. مو بسبة انه الله مش كاتب، لا، الله كاتب لك اشياء كثير، بس انت مو قاعد تسعى للي الله كاتبه. الله حاط الرزق فوق الجبل، الله يبي يشوفك تسلق الجبل عشان يعطيك هذا الرزق. هو كاتب لنا كلنا الارزاق هذه. اجل ليش الناس اللي تسعى تحصل؟ الله يرزق الساعين، بس انت ايش سويت؟ بس ما لك عذر المره هذه. تعرف ليش؟ لانه راح نطلق النسخه الاخيره من رستوف. ترقبوا النسخه رستوف الثالثه والاخيره. بكل هدوء، انت ليه شايف نفسك انك الوحيد في الدنيا دي كلها اللي مفشوخ وبيمر بحاجات صعبة وصعوبات ومشاكل والتزامات ومسؤوليات وحاجات جاية عليك يا عيني وعندك كم مشاكل رهيب، وانت الوحيد يرى اللي في الدنيا دي كلها اللي بيمر بالحاجات دي، ومحدش يقدر يستحمل اللي انت بتمر بيه. وشفت الشخص اللي وصل للحاجة اللي بتحلم بيها قد ايه كانت رحلته ممتعة، قد ايه كانت رحلته كلها ورد، كان فيها ورد في كل حته كده، فاهم حاجه؟ وكانت اقدارته حالفه، وكان الشعب كله بيساعده، كلنا كنا بنساعده حضرتك، وانت لا. انت مين علشان تقول اللي انت بتمر بيه محدش يستحمله في الدنيا دي كلها؟ طيب تعالى نجيب الشخص اللي انت بتحلم انك تكون زيه، ونجيبك انت تقفوا قدام بعض وهو يقول لك انا مريت بايه وانت تقول له انت مريت بايه. والله العظيم هتقول يا رب انا عايز اللي عندي ومش عايز حاجه تانية، وهسعى وهجتهد وهشتغل على نفسي، ولما اخد قفا هقوم واكمل، علشان انا لازم اكمل واوصل للحته اللي محدش عارف يوصل لها. ما لو كان الطريق سهل كان كل الناس نجحت، كانت كل الناس وصلت، ولكن الطريق حضرتك مش سهل، الطريق كله شوك وكله مشاكل وكله التزامات ومسؤوليات وصعوبات اكبر من حجمك. ما انت عايز تروح لحته ما حدش راح لها قبل كده، فاكيد الحته بقى دي فيها صعوبات وفيها مشاكل، محتاجه واحد يكون قوي، عارف، محتاجه يكون واحد على قلبه ميت، مر بمشاكل وصعوبات ما بقتش فارقه مع الدنيا. ما هو اللي بيخش حلبة الملاكمه وبيكون المدرب بتاعه بيدربه على اشق انواع التدريب، مش شرط لما يخش الحلبه يلعب بكل اللي اتمرن عليه، ولكن بيكون مهيأ ان الامر او اللعبه قصت عليه يكون جاهز ليها، يكون متدرب على أصعب الحاجات، علشان لما تيجي عليه مهمة صعبة أو الموج يشد عليه يكون هو جاهز. فاستمتع بمشاكلك يا صديقي، واعرف إن الرحلة مش سالكة،
الرحلة كلها مشاكل وصعوبات والتزامات ومسؤوليات تخليك أقوى، تخليك جاهز ومستمتع بالرحلة وبتحل المشاكل كل مرة بطريقة أقوى من المرة اللي قبل منها. واعرف إن الشخص اللي وصل للحاجة اللي بتحلم تكون زيها، الشخص ده مر بمشاكل وصعوبات هو مش هيطلع يقولك عليها، مش هيطلع يشارك الناس وكسته، مش هيطلع يقول للناس أنا اتخذلت، أنا فشلت، أنا حاولت في حاجة مش رزقي ومش نصيبي وأنا تعبت وأنا مش قادر. هو هيطلع يشارك الناس نجاحاته وقوته وإن هو وصل، مش هيجي يقول لك أنا فشلت. فحضرتك لما تاخد القفا قوم وكمل، أنت ما عندكش رفاهية الانهيار، وقوم مستمر أدام ما أنت عايز توصل لحاجة محدش وصل لها قبل كده. استمتع بمشاكلك يا صديقي، وبس كده. فوق ابوس ايدك، مش هينفع نقع المره دي، مش هينفع نرجع نقطه الصفر. انا ما بقاش فيها حيله اوقفك على رجلك تاني. فركز، ركز. واول حل عشان تجبر نفسك على المذاكره قاعده اسمها البدايه القاتله. ازاي تبدا حتى لو مش عايز تبدا؟ هتنفذ شويه استراتيجيات مع دماغك. بدل ما تقول انا هذاكر، تقول هفتح الكتاب وحل سؤال واحد بس. وبالطريقه دي انت بتقلل لدماغك تكلفه القرار. ايه يعني سؤال هياخد دقيقه ولا دقيقتين؟ فبتقلل الفرصه انه يقاوم البدايه، وكانك بتمنع دماغك من انها تفاوض او تحس هو انا هتعب عشان اعمل المهمه دي ولا لا. وده اللي اثبت في دراسه اتنشرت سنه 2011 اسمها قانون الانتاجيه. والدراسه دي اتعملت على مجموعه من الموظفين كانوا بيسالوهم سؤالين بس: مستوى الانتاج بتاعهم وحالتهم النفسيه. ولقوا ان اصغر تقدم كان ليه اكبر تاثير على الدافع ان هم يكملوا. فالقاعده الاولى، قاعده البدايه القاتله، انت مش محتاج تبدا كبير، انت بس محتاج تبدا.